تعالوا النهاردة مع بعض نعمل وصفة حلو سهلة وسريعة ومغذية وبدون فرن كمان. وصفة حلو ترطب على قلبك في حر الصيف، هتعمليها بطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت خالص معاكي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالى أقولك ازاي تعملي الجمال والحلاوة دي في أقل من نص ساعة. اول حاجة عشان نعمل وصفتنا للنهاردة، عندي هنا كوباية من الدقيق هنزل بيها في حلة، وهننزل عليها بنص كوباية من السكر. هقلب الدقيق والسكر مع بعض كويس قوي، وبعد كده هبدأ انزل عليها باربع كوبايات من اللبن او الحليب، يعني بكيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ببدأ اقلب الدقيق والسكر مع الحليب على البارد، وبعد كده ببدأ ارفعهم على النار. طبعا بنرفعهم على النار مع التقليب المستمر. ليه؟ لان ده عبارة عن دقيق ولبن، فهيبدأ يتقل معاكي ويتكتل لو ما قلبتيش تقليب مستمر. طبعا فضلت اقلب فيه كده لحد لما القوام بتاعه تقل. انا ده كله رفعاه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. اول ما بيوصل للمرحلة دي معاكي بطفي النار، بحط نص كوباية من اللبن في شفشق الخلاط، بنزل عليها بالخليط بتاعنا، بنعمهم كويس قوي في الخلاط، وبعد كده برجع انزلهم في الحلة، فبتلاقي خليطه انسيابي وكريمي وناعم بالطريقة دي. نزلت عليه بكيس من الفانيليا، قلبت تقلبتين، ورجعت نزلت عليه بمعلقة كبيرة من القشطة او وش اللبن. وده اختياري، يعني عندك قشطة حطي، مش متوفرة عندك ما تحطيش. ممكن تحطي كمان شوكولاتة بيضة لو انت حابة. قلبته كده لحد لما غلي معايا والقشطة ساحت، ببدأ ارفعه على طول من على النار. اهم حاجة الخليط معاكي يكون كريمي وانسيابي وناعم بالطريقة دي. هنا عندي بقى صينية هبدأ انزل فيها بجوزة الهند، واهم حاجة تكون جوزة الهند معاكي طبقة حلوة قوي تغطي معاكي ارضية الصينية. بعد كده ببدأ انزل بخليط البشاميل الحلو وابدأ اوزعه. اهم حاجة تكون طبقة البشاميل بتاعتك رقيقة جدا، يعني ما ينفعش تكون معاكي سميكة. طب مش حابة اعملها كده، اعمل ايه؟ ممكن تحطيها في صينية بايركس، تحطي جوزة الهند وتنزلي عليها برضو بطبقة البشاميل الحلو، وتبقى طبقة سميكة معاكي زي الكيك. ممكن تنزليها في اطباق زي الرز بلبن والمهلبية، اي حاجة من دي هتطلع معاكي وهتديكي نفس النتيجة. طبعا دلوقتي بعد ما صبيناها وسويناها بالطريقة دي، هسيبها معايا لحد لما تبرد تماما، ادخلها التلاجة تبدأ كده تتماسك. على طول بطلعها من التلاجة وبنبدأ نعمل الطبقة التانية. هنا كانت اتمسكت معايا، فعشان الطبقة التانية عندي كيس من الكريمة هنزل عليه بكوباية الا ربع من اللبن. واهم حاجة اللبن معاكي يكون متلج عشان الكريمة تتقل معاكي على طول ما تاخدش وقت. هبدأ اضربهم كويس قوي، وفي المرحلة دي بصوا الكريمة معايا اتمسكت. عندي هنا شوكولاتة بيضة نزلت بمعلقة كبيرة، متوفرة عندك حطي، مش متوفرة عندك استغني عنها عادي. طب ممكن احط ايه كمان؟ ممكن تحطي معلقة كبيرة من صوص الكراميل، برضه هيخلي طعمه حلو قوي. بدأت اضربها كويس قوي مع الكريمة، وهنا خلاص كان قوام الكريمة تقل ومعلقة الشوكولاتة اختلطت مع الكريمة. وقفت ضرب، وهاجي هنا هبدأ انزل بطبقة من الكريمة على طبقة البشاميل الحلو. انت بتعملي ايه النهاردة؟ احنا بنعمل النهاردة لقمة الباشا، طعمها بجد حلو قوي، ما بتاخدش وقت خالص، وطريقتها سهلة جدا. طبعا لو عاملاها في اطباق او في صينيه بايركس، هتبداي برضو تنزلي بطبقه الكريمه عليها بالطريقه دي، وترش عليها جوزة الهند من فوق، وبتقدميها وبألف هنا وشفا على قلوبكم، بيبقى طعمها حلو قوي. بعد ما نزلت طبقه الكريمه طبعا بدات اقسمها كده، قسمتها طولي نصين، وبعد كده بدات اقسمها كده لمستطيلات زي ما انتوا شايفين. ببدأ بقى اخد الطرف كده وابدأ الفها. حابة ترش مكسرات من جوه فوق الكريمة عادي، وتبدأي تلفيها اي اضافة انت حابة تحطيها عادي. بعد ما بلفها ببدأ كده اغلفها بجوزة الهند من بره كويس قوي زي ما انتوا شايفين.
شايفين الاطباق دي نزلت برضو فيها من جوزة الهند طبقة البشاميل الحلو، عليها طبقة كريمة، ورشيت عليها جوزة الهند من فوق، وطعمها كان جميل جدا. لو حابة تعمليها لأولادك بدل المهلبية وجوزة الهند طعمها بيبقى حلو جدا. شايفين كمان اللي لفيناه على شكل رول، طعمه حلو قوي. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها بنفس طريقتي. حابين طبعا السكر تكتروه، انا حطيت نص كوباية وطعمها كان مظبوط جدا، حابة تزودي ربع كوباية سكر عادي. فاتمنى بجد تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة ومغذية كمان. واشوفكم على خير في وصفة جديدة.